السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو بصحة وسلامة. ما تنسوش خوتي وخواتاتي تصلوا وتسلموا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. اليوم جيتكم بعلاج للخلعة، علاج الاجداد اللي كانوا يتعالجوا به من زمان. والخلعة هذه راح نتكلم لكم شوية عليها، راح عندها اسباب، منها سبب عضوي وسبب نفسي وسبب روحي. السبب العضوي اللي هو مثلا يتعرض يعني انسان لحادث مرور، ولا يتعرض يعني لكش موقف هكا يخليه تجي هذيك الخلعه فجأة. هذا الجانب العضوي. والجانب النفساني قادر يشوف مشهد يعني مرعب، ولا هو يتحدى يعني هذاك الانسان اللي مصاب بالخلعه يعني يتعرض للضرب في الصغر، ولا يتعرض يعني الحقرة، ولا حاجة كيما هيك يعني من هذا القبيل. هذا السبب النفساني. والسبب الروحي اللي هو يعني يشوف مشهد، يعني يدخل البيت يعني كيما نقولوا مثلا بيت مهجورة، ولا يروح المكان خالي من الناس، مثل زعما يعني اماكن يعني بعيده يعني مهجوره يروح ليها، ولا يتعرض لاي اذى من الجن ولا الشياطين. راح نتكلم لكم اليوم على الخلعه اللي تجيكم يعني هكا كينا فجاه. هذيك الخلعه اللي تشوفوا موقف ولا حاجه ولا تتخلعوا تجيكم هذيك الخلعه. هذا العلاج هو طبيعي يعني ومن عند الاجداد، ويعني مجرب وفعال. ان شاء الله تستعملوه وتلقوا عليه نتائج وتدعوا لي باذن الله. الوصفه الاولى راح نعطيكم يعني شحال من وصفه اللي كانوا يستعملوها جداتنا ربي يرحمهم ويوسع عليهم. كانوا راح تاخذوا، انا هذه الحلبه عندي يعني عفوا مغسوله، غسلتها ونشفتها ونظفتها مليح من كامل هذوك الشوائب والاتربه. تاخذوا ملعقه من الحلبه وتحطوها في يعني ريتله ولا ريت زوج رواتل تاع ماء، تحطوها. واش راح ديروا لهذه الحلبه؟ راح تغطوها يعني بغربال ولا بشاش ولا باي شيء، ولا حتى مصفات كيما هذه. راح تغطوها وتحطوها فوق السطح، تحطوها للنجوم، يعني كي يكون نهار فيه نجوم تحطوا هذه الحلبه هذه والماء هذا تحطوه تبيتوه ليله كامله فوق السطح عندكم للنجوم. يعود كيما هكا، لازم يكون كيما هكا يعني غربال ولا شاش ولا اي حاجه تغطوا بها. ما لازمش تغطوه تماما، لازم تخلوا كيما هكا كينا يعني كيما الغربال هكا. لازم هذوك النجوم هذا الماء والحلبه يتعرضوا للنجوم هذوك. راح تبيتوه ليله كامله، وفي الصباح تشربوا على الريق من هذا الماء هذا، تسموا بسم الله وتتكلوا على ربي وتشربوا من هذا الماء هذا. وهذا الماء هذا حبيبتي تقدروا تستحفظوا به في الثلاجه، لازم تشربوا هذا الماء مده 7 ايام. اذا خلص لكم هذا الماء يعني في يوم ولا يومين تعاودي نفس الكره، تعاودي تعمري ريتله ولا 2 ولا قادره ديري يعني حاجه كبيره وتغطيها بغربال ولا باي شيء ولا بشاش ولا باي شيء، وتعرضيها للنجوم وتخليها يعني تبات ليله كامله، والصباح تشربي على الريق. وهذاك النهار كامل تشربي من هذا الماء هذا. كل ما تعطشي تدي منه كميه، قادره تدي كميه وتضيفي لها شويه من الماء الاخر عادي، من الماء عادي. تشربي مده 7 ايام من هذا الماء هذا. والوصفه الثانيه المكمله لهذا الوصفه هذه اللي هي، انا مانيش عارفه حبيباتي اذا كنتوا تعرفوا هذا المعلومه ولا ما على باليش، بصح كانوا زمان يعني يعالجوا بزاف بهذه الوصفه هذه اللي راح نعطيها لكم. اذا كان حبيبتي كاينه الخيمه، تعرفوا الخيمه كامل نعرفوا الخيمه، ولا الخيمه يعني اللي موجوده في الصحراء ولا في الباديه، اللي بانين الخيمه هذوك الرحل. هذيك راه كاينه واحد القماشه تجي في الباب تاع الخيمه مباشره. هذا الباب تاع الخيمه تجي كي الفتحه هنا كي المثلث، وكاينه واحد كي الشرميطه ولا هكا كي قطعه قماش يغلقوا بها الخيمه هذيك. من تجي يعني العاصفه تاع عاصفه رمليه ولا تجي الامطار ولا هذيك الخيمه هذيك اللي قلنا تجي هاك الخيمه،
وهذيك القماشه هذيك يديروها. راهم يعرفوا ناس الصحراء وناس اللي عندهم الخيام راهم يعرفوا هذا القطعه تاع القماش تندار كيما هاك. مثلا حنوري لكم فقط، هذه هي الباب الخيمه، هذا باب الخيمه، هذه هي الخيمه. وكي تجي العاصفه ولا يغلقوا بهذيك القطعه تاع القماش هذيك الخيمه هذيك باش ما يدخلش يعني هذاك الغبار وهذيك الزوبعه الرمليه ولا الامطار ولا هذيك القطعه القماش. واش اسمها الفلجه. هذيك القطعه تاع القماش اللي غطوا بها الباب تاع الخيمه اسمها الفلجه. هذيك القطعه تاخذوا منها قطعه يعني مورسو كما نقولوا، تاخذوا منها مورسو. واش ديروا به هذاك المورسو هذاك تاع القماش اللي هي الفلجه؟ تاخذوه وتحطوه في ماء يكون بارد 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 جدا، يعني من الكونجيلاتور تجبدوه وفيه لي كلاصون ولا فيه هذاك الماء البارد. تحطوا هذيك قطعه القماش كيما هكا حنوريكم. تحطوا مثلا نقولوا هذا ما بارد يعني بارد بالبزاف، تحطوا هذيك قطعه القماش في هذاك الماء البارد تحطوه، ويكون الانسان هذاك اللي مريض بالخلعه يكون غير كيما ناض من النوم، غير كيما ناض الصباح. تاخذ الام تاعو ولا الاخت تاعو ولا الزوجه ولا اي يعني واحد معاه ياخذ هذيك القطعه تاع القماش ويحطها في هذاك الماء البارد جدا جدا، وتفتحوها يعني هكاكين من ينوض فجاه. ما لازمش يشوف هذاك الانسان اللي مريض بالخلعه. هذه راهي وصفه الاجداد، وصفه مجربه وفعاله، يعني شافت بزاف من الناس. ان شاء الله ديروها وتلقاو عليها نتائج. واذا ما لقيتوش هذه القطعه تاع الفلجه هذه راح نعطيكم بديل، بصح الا لقيتوها من الاحسن انكم تستعملوا هذه الوصفه هذه، لانها قلت لكم فعاله يعني ومجربه للانسان اللي عنده الخلعه اللي جاتو فجاه وتخلع من موقف ولا تعرض لاي موقف ولا. هذه الوصفه راهي من اروع ما يكون. راح تدعوا لي عليها اذا استعملتوها. قلت لكم راح بعد ما ديروا في هذاك الماء المثلج يعني مقلاصي بيان كوم يلفو، يعني جامد بمعنى الكلمه، راح تحطوا هذا الماء هذا تحطوه في الثلاجه من الفوق ولا في كونجيلاتور. كي يدير لكم هذيك الطبقه الرقيقه اللي مثل الزجاج تكسروها وتحطوا في هذيك القطعه تاع القماش اللي كنت قلت لكم عليها اللي هي الفلجه. ومين ينوض هذاك الانسان منه مباشره، غير ينوض من رقاد يروح يعني المكان يغسل وجهه، ولا كي يروح يغسل وجهه يهبط راسه هكا يغسل وجهه، ولا فجاه راح تغطسوا هذا القماش هذا في الماء البارد جدا وتخبطوه عليها بين الكتفين. المنطقه هذيك تضربوه بها هاك فجاه تضربوه بهذيك القطعه تاع القماش، راح يعني يدير ردة فعل، يعني راح كيما هاك يعني تخلع ولا هذيك كيما ناس بكري يقول لك عالجوا الخلعه بالخلعه. هذا الوصفه هذه راهي من اروع ما يكون. واذا كان حبيباتي ما عندكمش هذه القطعه تاع القماش اللي قلت لكم عليها، واش راح تستعملوا البديل تاعها؟ راح تستعملوا سبحه تاع العمره اللي يجي من العمره ويجيب لكم سبحه ولا من الحج ولا من المهم من مكه، سبحه مكه. راح تحطوها ثاني في هذاك الماء اللي يكون مقلاصي يعني تقريبا جامد هذاك الماء، وترفجوها. من ينوض هذاك الانسان فجاه ما لازمش يشوفكم تماما، من ينوض فجاه هذاك الانسان راح تحكموا هذا الاناء ترفدوه حتى كي قريب تلحقوا عند هذاك الانسان هذاك، ترفدوا هذيك السبحه اللي تكون مجمده يعني بارده بالبزاف وتحطوها له مباشره بين المنطقه اللي بين الكتفين ولا فوق الكتفين تقريبا منطقه الرقبه. راح تحطوها فجاه ثاني راح يتخلع. واذا ما عندكمش ما تحصلتوش على هذه السبحه تاع العمره، راح فقط تستعملوا هذاك الماء البارد المثلج ثاني تحكموه ديروا في طاس ولا كاس، ولا من ينوض هذاك الانسان راح تخبطوه فجاه تخبطوه به على المنطقه اللي بين الكتفين. راح يعني ثاني اذا دار رده فعل وشهق ولا دار يعني راح ان شاء الله باذن الله يتشافى من هذيك الخلعه باذن الله. وراح تعاودوا الكره مره على مره، يعني ما تصمتوهاش يعني حتى يفيق لكم هذاك الانسان، ولا يعني مره على مره هكا خلعوه بهذا الماء البارد هذا. وهذا الماء اللي فيه الحلبه قلت لكم استعملوه مده 7 ايام. واش راح ديروا ثاني هذاك الانسان اللي فيه الخلعه؟ واش راح يدير؟
راح يجيب الماء من الجامع، من بيت الله، يعني الماء الوضوء اللي يتوضاو به في الجامع. راح يجيب يعني منه يعمر يدي قرعه ولا قاروره ولا يعمرها بهذاك الماء تاع الجامع، وراح يدير فيه قليل من الفيجل، قليل من عشبة الفيجل. راح نجيب لكم شويه من عشبة الفيجل وراح نوريها لكم باه تشوفوها. هذا هو الفيجل، يعني راح تروحي للعشاب تقولي له اعطيني الفيجل يعطي لك هذا الفيجل. هذا واش راح ديري به؟ راح تحطوه في هذاك الماء نتاع اللي جبتوه من الجامع تاع الوضوء اللي يتوضاو به في الجامع المصلين، وراح تسموا عليه بسم الله وتقراو عليه سورة قريش 11 مرة، وسورة الفاتحة 7 مرات، تقراو عليه آية الكرسي 7 مرات على هذاك الماء تاع الجامع وهذا الفيجل هذا. واش راح ديروا؟ راح ما تحموش، ما لازمش تسخنوا هذا الماء هذا تاع الجامع، راح تديروا باسينه ولا يعني اي اناء فيه الماء شويه دافي، وتحطوا عليه هذا الماء اللي مقروء فيه القرآن والماء تاع الجامع، هذا الماء تاع الوضوء تفرغوه في هذيك الباسينه اللي فيها الماء دافي، ما ديروش سخون، لازم ماء دافئ تفرغوا عليه هذا الماء المقري فيه القرآن، ماء الجامع والفيجل هذا، وتدوشوا به. تسموا بسم الله، لازم النية أسبق من العمل، تسموا بسم الله وتدوشوا بهذا الماء هذا، وإن شاء الله بإذن الله ربي يشفي الجميع. وكاين اللي يعني حتى اللي عندهم القولون العصبي وعندهم الغدة الدرقية، هذوك ثاني راهم مسببات لهذا، عندهم أعراض كيما هذا النوبات الخلعة هذه، راه عندهم نفس الأعراض. لازم تشخصوا قبل، يعني تشخصوا قبل المرض تاعكم، اذا كان عضوي ولا نفساني ولا روحي، تشخصوا قبل المرض تاعكم ومن بعد ديروا هذه الوصفات. اذا كان مرض يعني يطلب انك تروحي للطبيب، ما عادي يعني ما فيهاش مشاكل، الواحد يروح للطبيب ويعالج نفسه وياخذ ادويه وان شاء الله بالشفاء بيد الله. ما نديروا العلاجات الطبيه هذا، حاولوا تعاونوا رواحكم بهذه الوصفات اللي مديتهم لكم هذو. وش راح نقول لكم حبيباتي؟ يعني قلت لكم نوبات القلب ثاني راهي تدير ثاني يعني تعطيكم نوبات وكأنها خلعة، وهي ماهيش خلعة. نوبات القلب هذيك راح تمد لكم واحد الأعراض تحسوا أنها خلعة، وهي نفس الأعراض. لازم قلت لكم تروحوا تشخصوا قبل المرض تاعكم ومن بعد ديروا هذه الوصفات هذو. ما تنسونيش حبيباتي بدعاء الخير ليا والوالديه والاجداد اللي ورثنا منهم هذه العلاجات الطبيه هذو، نقول لهم ربي يرحمهم ويوسع عليهم، يرحم كامل موتى المسلمين والمسلمات. ما تنسونيش حبيباتي بالدعم والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. ان شاء الله تتشافوا كامل وربي يشفي كل امه محمد عليه الصلاه والسلام. وفي الاخير نقول لكم مع السلامه والى اللقاء وربي يشفي الجميع.